السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحبايبنا متابعينا ومشتركين القناة، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة يا جماعة هنتكلم مع بعض في فيديو لكل الناس اللي هي بتربى حمام، حمام سايب، حمام بلدي، حمام زينة، حمام محبوس، حمام في سلكات، حمام في براك، حمام في أي ناس بتربى حمام. الفيديو ده مهم لكل الناس. الفيديو ده مهم لكل الناس لأن طبعا حضراتكم عارفين إن إحنا في فصل دلوقتي، بداية فصل الصيف، ومكثر الأمراض في فصل الصيف. طبعا فصل الصيف بيجيب مرض الروشة يا جماعة، والناس اللي هي بتقول انا الحمام بتاعي مروش وان انا بنحط العلاج اللي انتوا بتقولوا عليه، يا جماعه لازم نعرف انا بنقول ايه ولازم نعرف انا بنعمل ايه. الفصل الصيفي ان انا لازم بستخدم الاشياء اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي عشان الحمام بتاعنا ما يجيلوش روشه، ما يجيلوش سالمونيلا، ما يجيلوش الميكوبلازما اللي هي دمعه العين. طبعا الامراض دي كلها بتبقى في فصل الصيف، وخصوصا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. الاشياء اللي انا هنقولها لكم ديت احفظها في مخك صم، وان شاء الله مفيش حمام عندك هيبقى مروش، وان شاء الله مفيش حمام عندك هيبقى عنده ميكوبلازما. والامراض اللي هي بتيجي في الصيف والامراض الخطيره اللي انتوا بتعانوا منها دي كلكم ان شاء الله مش هتلاقي عندك اي امراض من الامراض اللي هي بتستعصي على اكبر غواء. فانا لازم اعرف ان انا اعمل ايه الاول، مش ان انا الحمام بتاعي يمرض وان انا ابقى ارجع اعالجه، لا، انا والحمام بتاعي زي الفل كده، ان انا نبدا نقدم له الاشياء. اول حاجه يا جماعه، عارفين انت حضراتكم الزوفراكس؟ الزوفراكس ده يا جماعه علاج بشري ان انا بنجيبه من الصيدليه. الزوفراكس ده هو ان انا بنستخدمه للحمام عشان الزوفراكس دوت رافع مناعه ومضاد فيروسات، ان انا بنستخدمه في فصل الصيف اللي هو الزوفراكس عشان ان هو الناس كلها ما يجيلاش مرض الروشه. لان حضراتكم عارفين مرض الروشه ما بينشطش الا في وقت الصيف، وفي وقت الصيف ده ان انا الامراض عندي بتكتر خالص. فانا لازم أنا احط الحمام مضاد فيروسات وان انا بنحط له رافع مناعه. طب لو عايز استخدم حاجه تانية استخدم الامنولايت بشري. الامنولايت بشري دون مهم برضو الحمام فوق الوصف. ان انا استخدم الجرعات، هنقول لكم على الجرعات دلوقتي ما تستعجلش، عشان الناس اللي هي بتقول الحمام بتاعي مروش والحمام بتاعي تعبان والحمام بتاعي ان هو دايما عندي فيه امراض والكلام دون. لازم أنا استخدم الاشياء دي عشان ان انا اقي نفسي من الامراض الخطيره. عارفين كلكم الامراض اللي هي بتيجي للحمام في فصل الصيف. طبعا الامراض دي هي اللي بتقتل الحمام، هي بتبقى امراض دي قاتله للحمام. فانا لازم اعالج الحمام قبل ما يجيله المرض. ان انا طبعا الزوفراكس ان انا لما نجيبه من الصيدليه هنجيب الزوفراكس وان انا استخدم الجرعه بتاعته 1 سم ببق الحمام او بق الطير. انا استخدمه يعني لو هنعالج جماعي. طبعا العلاج الجماعي ان انا هحط 3 سم على اللتر الميه. طبعا المزقه اللي هناك زي كده، دي المزقه دي مثلا تيجي 6 لتر، فانا 6 لتر دولت هنحط مثلا على كل لتر 3 سم. لو انت بتحط مثلا في سقايه 2 لتر يبقى انا هنحط كل برضو لتر 3 سم. لو هنعالج لو فرد واحد تعبان عندي ولا حاجه وانا عازله بره الغيه يبقى هنحط له سنتي واحد في بقه. الاميولايت اللي ينطبق على الاميولايت ينطبق على الزوفراكس، نفس القصه، الاثنين رافع مناعه قوي جدا 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 جدا. عشان ما نبصش نلاقي عندي امراض. ان شاء الله مش هتلاقي عندك لا مرض ولا هتلاقي عندك لا فيروسات ولا هتلاقي عندك اي حاجه. انا رفعت مناعه الطير خلاص انتهى، لان رفع المناعه ده هو اللي بيقاوم الامراض، هو اللي بيخليش الحمام عندي مريض وما بيخليش الحمام عندي تعبان والكلام دوت. لازم نخلي بالك يا جماعه في الوقت دوت من السنه، لان الوقت دوت من السنه الصيف بالذات بيكتر فيه الامراض غير طبعا اي وقت من السنه. لان المرض الروشه ده ملهوش علاج. لو جالك مرض الروشه يبقى انت لازم تتخلص من الطائر، لان خلاص انتهى الموضوع. مرض الروشه يا جماعه حضراتكم كلكم عارفين انه ملوش علاج الا باننا نبدا ان انا نشرط رقبه الحمام فانا في غنى عن الكلام ده كله. انا من دلوقتي ان انا اخلي بالي ان ندي الحمام العلاج بتاعي المناسب. يا ريت تكونوا استفدتوا من الفيديو النهارده. يا ريت ما تخشوا علينا باللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.